أنا جيبي دلوقتي فيه 3 دولار ومحتاج أجيب كيس البن اللي هناك دوت، وده بشكل يومي. تمنه الفعلي والواقعي في السوق حاليا 5 دولار. طب أنا ميزانيتي السنوية للبن اللي هو مقدرش أمشي من غيره ولا أستغنى عنه ولا أبدأ يومي إلا بفنجان منه على الأقل 1080 دولار. ولو أنا اشتريته وجريت السوق والزيادات اللي بتحصل الميزانية هتخرب مني، لأن في الوقت ده هدفع 1800 دولار. هنا هيبقى في عجز عام في إجمالي المستلزمات الخاصة بالبيت. 720 دولار هيدفعوا منين؟ وهيجوا إزاي؟ خصوصا إني بشتري السلعة دي بالعملة الصعبة اللي ما بقتش متوفرة معايا بالشكل اللي يلبي احتياجاتي أنا كمحمد فرج. بالظبط ده الحال في التعامل مع ملف زيادة الكهرباء، مع اختلاف التشبيه. أنا مخصص ميزانية سنوية واصلة ل 65 مليار جنيه، وعامل حسابي على كده زي المثال اللي فات، وحاسب حسبتي كويس إن السعر مش هيزيد لقدام لأنه أصلا زاد كذا مرة. وبحاول لو في تأثير شوية أسد بالغاز اللي هو من فضل الله علينا وجوده في بلدنا. إذا في تقصير في الميزانية الكبيرة اللي هي ميزانية الدولة، اللي بنقسمها وفقا للاحتياجات السنوية لاستمرار الخدمات والسلع وتدوير العجلة. خلينا نلقي الضوء على اللي الحكومة ناوية تعمله في ملف الكهرباء عشان نعرف القصة رايحة لغاية فين، خصوصا بعد الكلام اللي انتشر عن إنشاء صندوق جديد للكهرباء عشان يحمي من زيادة التكلفة تباعا. حلول كتير عملية وتانية غير عملية وواقعية مقترحة. خليك فاكر إننا في المراية مش بنعكس الكواليس، لكن بنتعمق في الحدث عشان نقول الجديد. تابعنا للنهاية عشان تعرف كل ما يخص الملف. معاكم محمد فرج، ويلا بينا نبدأ الحلقة. واحنا بنبدأ كلامنا وبنقول بسم الله الرحمن الرحيم، حابين نعرف الفجوة جت منين في أسعار الكهرباء والحكومة ناوية تعمل ايه بالظبط. شوف، في البداية خلينا نقول إن الدولار كان في المخصص المالي اللي فات للحصول على الكهرباء كان بسعر مختلف عن الدولار حاليا اللي من خلاله برضه بنشتري نفس السلع، وبناء عليه الحكومة بتدرس آليات مختلفة للتعامل مع ملف زيادة أسعار الكهرباء في يناير 2024، وده بعد تأجيل خطوة رفع الدعم عن الكهرباء واللي كانت مقررة في العام المالي اللي احنا فيه في يوليو 23. والتكلفة لما اتحطت على 65 مليار جنيه كانت في يوليو السنة اللي فاتت كمان. سعر الصرف ساعتها ما كانش معدي 16 جنيه للدولار الواحد، ولما البرميل الواحد يعلى ثمنه ويزيد ويوصل ل 90 دولار بعد ما كان 70 أو أقل كمان، يبقى الفجوة هنا لازم يبقى ليها حل. وبالمثال اللي قلناه عن البن في أول الحلقة، فأنا هنا عندي مطحنة البن لكن ما عنديش الخامة أو ما بقتش متوفرة بالمعنى الحرفي. فأنا هنا عندي محطات توليد الكهرباء وموجودة في كل مكان وبتغطي كل حتة، لكن القصة في ارتفاع أسعار الوقود الجنونية تماشيا مع الظروف الاقتصادية للمواطن وتنفيذا لتعليمات الرئيس السيسي بالتخفيف عن المواطنين. الحكومة قررت في وقت سابق تثبيت أسعار الكهرباء ل6 شهور، يعني هتزيد الكهرباء في يناير. لكن هنا السؤال، هتزيد قد إيه؟ والشرايح هتوصل لكام؟ القصة محتاجة حسبة دقيقة وتوازن بين أسعار اللي رايح واللي جاي. إيه اللي حصل عشان نحل أزمة انقطاع الكهرباء من الأساس؟ ورغم اللي بيحصل وحصل، الحكومة فضلت تدور على حلول لحل الأزمة، ومنها طبعا زي ما كلنا عارفين قصة تخفيف الأحمال بجدول زمني موزع على كل المناطق، ولكنها أمنت شحنات إضافية من المازوت عشان تشغل محطات الوقود. كمان الدكتور مصطفى مدبولي قال من حوالي أسبوعين إن الحكومة قررت وقف تصدير الغاز في الصيف بسبب زيادة حجم الاستهلاك، وإن الفائض هيتم تصديره في باقي فصول السنة، وشدد على إن الحكومة بتوفر موارد مالية مش موجودة في الموازنة عشان تسد الفجوة اللي حاصلة حاليا. خلينا نلقي الضوء كمان على حبة إحصائيات بخصوص الكهرباء، وزي ما احنا دايما بنقول في المراية معاكم ومتفقين إن الأرقام لا تكذب ولا تتجمل. احنا من حوالي 9 سنين كان في إنشاء لعدد من المشروعات الخاصة بتوليد الكهرباء، وصلنا لغاية 141.8%، وسجلنا 59 ألف ميجا وات في نهاية 2022، في حين إن أنت كان عندك في 2014 24.4 ألف ميجا وات. شايف الرقم؟ أنت زودت أكتر من النص تقريبا.
طيب كمان حجم الاستثمارات في قطاع الكهرباء بمصر ارتفع لغاية 413.2% ووصل ل 62.1 مليار جنيه، اللي هم بناء على موازنة العام المالي 2021-2022 بما يعادل 2.3 مليار دولار مقابل 12.1 مليار جنيه، اللي هم 400 مليون دولار في عام 2013-2014. وكل ده حصل عشان مصر تتفادى أزمة قطع الكهرباء اللي كانت حاصلة قبل 2013. ايه قصة صندوق الكهرباء الجديد اللي البعض اتكلم عليه او لفت النظر ليه؟ باختصار ان ده لو تم الصندوق هيكون للتأهب في زيادة الاسعار في اي وقت، وبيتسمى صندوق تحوط من المتغيرات او المحفظة الوقائية، وبيعتبر صندوق استثمار بيستخدم سياسات وادوات استثمارية عشان يجيب عوائد، سواء العوائد دي سوقية على قد اللي موجود في السوق او بمعيار ربحي محدد. ودي من أدواتها المقايضات والعقود الآجلة. صندوق التحوط زي ما درسنا بيقوم بالاستثمار في مجموعة من الأصول، لكن ما بيتمش تداوله في الأوراق المالية. هل بقى هيتم بالفعل إنشاء صندوق تحوط من زيادة التكلفة في الكهرباء تحديدا؟ لسه محدش عارف، ووارد جدا، ووارد كمان يكون في حلول تانية خارج الإطار ده، الله أعلم. طيب المهم بقى هنا إيه المقترح في البرنامج الجديد للكهرباء؟ مع كل أزمة أو مشكلة بيتم وضع الحلول عشان يتم العبور بالقصة لبر الأمان، وبيتم وضع السيناريوهات الكتيرة اللي بتكون الحكومة حطها في الاعتبار عشان يبقى فيه بصيص أمل، وبناء عليه من الوارد إن يتم ربط تعرفة الكهرباء بشكل سنوي بالدولار، وهو إن يكون الربط زي البورصة صعودا وهبوطا، وده وفقا للأسعار العالمية اللي بيها بنستورد الطاقة نفسها. النقطة الثانية إنه ممكن يتم تقليل مدة تحديد سعر الكهرباء، يعني بدل ما يبقى نص سنوي يبقى ربع سنوي كل 3 شهور، زي بالظبط كده لجنة التسعير الخاصة بتحديد المنتجات البترولية في اجتماعها الربع سنوي، أو من خلال إن يتم تحديد نسبة زيادة على تعريفة الشرايح الحالية. ولو حصل فجوة أكتر من اللازم بين سعر الدولار مقابل الجنيه عشان يتم استيراد الطاقة، بيتم سد الفجوة دي بناء على الحصيلة اللي مركونة على جنب. وفي كل الأحوال تثبيت سعر الكهرباء خلال الفترة اللي جاية هيكون ضرب من المستحيل في ظل الارتفاع التدريجي والمتواصل في أسعار الفحم والمازوت. ولو رحنا لموضوع الطاقة الشمسية زي ما غيرنا راح عشان نحاول نخفف الأمور على محطات الكهرباء، مش هيكون حل عملي، خصوصا مع تكلفة الألواح الشمسية وإنتاجيتها العالية في المنازل، واللي بتوصل لأقل عدد من الميجا وات في ظل الأجهزة الكتيرة اللي أصبحت مليانة في بيوتنا وبتحتاج لاستهلاك أكتر. مش عارف موضوع الطاقة الشمسية ده ممكن يجي اليوم اللي نعتمد عليه فيه، رأيك إيه؟ هل ينفع يكون ضمن الحلول العملية غير المكلفة، ولا هيحتاج مننا سنين كتيرة عشان نبدأ فيه؟ بعد ما وصلتوا معانا للنهاية قولوا لنا رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. فريق عمل المراية يتشرف بمتابعتكم على صفحتنا على الفيسبوك، ولو بتشوفنا على اليوتيوب اعمل سبسكرايب ولايك، ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوناش في الدعم والشير. سلام عليكم ونشوفكم دايما على ألف خير.